نواحي اسفي 2008. محمد اللي كان راجع هو ولدو من واحد العرس مع 12:30 حل الباب ولقى بنته مقتوله، اللي لقاها غارقه دمايات. شكون هو اللي قتل وشكون هو اللي سبب اللي خلى هاد البنيه مسكينه مذبوحه وغارقه دمايات؟ اجي تسمعوا خوتي القصه من الاول حتى الاخر. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير؟ كيف دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم تكونوا في احسن احوال اخوتي. كما كتشوفوا غبرت عليكم، سمحوا لي بزاف. راني كنبحث على اي قصه وكنبغي نشاركها معاكم. وقبل ما نبدا خوتي القصه نتمنى تصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. قصتنا خوتي قصتنا اللي طرات في نواحي اسفي. هاد القصه طرات في 2008. بغيتو تعرفوا القصه ديالها؟ قبل ما نبدا جلسوا اخوتي وخذوا شي حاجه في يديكم اللي تلاهاو بها وتسمعوا القصه من الاول حتى الاخر. نواحي اسفي 2008. محمد اللي عنده ولد عنده 28 عام وعنده بنيه اللي سميتها ايمان عندها 20 عام. محمد رب اسره اللي مرته توفات هذه 5 سنين، اللي خلات ليه البنت والولد، ولكن بقى هو هاز الحمل ديال الوليدات بجوج، كيخدم وكيجيب ليهم ما ياكلوا. حتى واحد نهار سنة 2008 محمد مشى لواحد العرس ديال الدوار ديالهم، وهذاك العرس كان معروضين فيه بزاف الناس، وبنته بقات ايمان في الدار. محمد مشى هو وولدو رشيد، ومع 12:30 ديال الليل راجعين بكري شويه تيحلوا الباب تيلقاو بنتهم ايمان ذبوحه وغارقه دمايات. هنا محمد تيغوت وتيقول لهم عتقوني عتقوا بنتي ماتت، عتقوا بنتي راه غتموت ليا. هنا تيغوت والناس كتجمع والقبيله كلها وقفات. ولدو كيعيط دراك الملكي كيجيو كيلقاو مسكينه ايمان كلها مذبوحه وغارقه دمايات وميته. هنا كيجي الطب الشرعي لمعاينة الجثة وياخدوا الصور ديالها، ومن تماك تينقلوا الجثة لمستودع الأموات للتشريح باش يعرفوا الجثة كيفاش ماتت. هنا الجثة تلقاوها ما كاش مغتصبة. هنا الجثة هنا تيقلبوا الدار كيلقاو الغنم باقين، ولكن هنا محمد بات ايمان تيقول لهم تسرقوا لي 8 المليون. كما كتشوفوا محمد تيبيع الاغنام، وهذاك الوقت في هذيك السنه كانت 4 ايام قبل العيد، كانوا كيبيعوا الاغنام وكل شيء، كانت الفلوس داخل هذيك الساعه. من هنايا تيقول لهم راه سرقوا لي 8 المليون. هنا الدارك تيقولوا هذه سرقه. علاش قتلوها؟ حيك شافتهم وقتلوها. هنا كيقلبوا هذاك النهار شكون اللي كان في العرس وشكون اللي ما كانش. غادي يسولوا غيقولوا كانوا كلشي. من هنا غادي يسولوا العائله ديال ايمان واش عندكم شي عداوه مع شي واحد. هنا كيقولوا ما عندنا حتى شي عداوه مع شي واحد، ولكن عداوه عندنا مع عمنا. خو ايمان كيهضر تيقول ما عندي مع عمي وولدو. علاش عندكم عمكم وولدو؟ علاش؟ حك على حساب واحد الارض كان وارث الاب ديالي وطرات شي مشاكل ديالها. هنا كيمشيو للدار ديال العم ايمان وكيخرج ولدو وغادي يهضروا معاه، غادي يقولوا ليه عندنا هنا تيقولوا ليه عندنا واحد البلاغ باش نفتشوا الدار. دخلوا ولكن كي تتشوفوا ولد عم ايمان كيعرفهم، قال لهم صيفطوكم ليا انا ما درت والو وانا عارفهم باغيين يقلوا ليا باش انا ندخل الحبس. هادوك راه عارفهم هما عدياني الكبار. هنا قالوا ليه البوليس شكوا فيه، قالوا هذا عنده شي حاجه ما يمكنش كيفاش كيشافنا وردة الفعل خيبه معانا. هنا كيدخلوا البوليس للدار وكيقلبوها كيلقاو واحد موس اللي فيه يلا فيه الدم. هنا كيقولوا ليه قال من هاد الموس، تيقول لهم انا جزار وكان يلا ذبحت واحد الغنم. قالوا ليه هنا غادي ندو معنا هاد الموس باش نكتشفوا ديال من هاد الدم، ولكن عندنا بلاغ باش ندوك معانا. هنا داوه وهو كيقول لهم هذاك النهار راني كنت في العرس وما كنش حاضر في هذيك الليله، وتا انا رجعت
شويه معطل، وسولوا الناس اللي كانوا معايا. هنا كيشوفوا الموس ماشي الموس ديال بنادم، داك الدم اللي كان فيه ماشي ديال بنادم، الدم ديال الحيوانات. هنا الشيء تيقول لهم الطبيب. ولكن هذاك النهار ملي يسولوا الناس كيقولوا لهم بصح كان في العرس. ولكن هنا ما لقاوش شكون هو مول الجريمه، انه هو كلام سعيد ولد عم ايمان. لقيناه ماشي هو هذاك، ما كذبش علينا. شكون اللي قتل وشكون؟ بقى يسولوا من دار لدار شكون هو، شكون اللي كان حاضر. ما لقاو حتى شي دليل. حتى دازت 4 ايام من وراء العيد، بات ايمان كان جالس مع واحد الراجل، ولكن كي انتبه في الهضره ديال الراجل كيقول ليه كان واحد الولد سميتو كريم. هذا كريم ديال المهم كان ساكن حداه هذاك الراجل اللي كيعاود ليه. قال لي راه ما كانش حاضر العرس. قال لي شكون هو؟ قال لي كريم صاحب ولدك. هنا كيقول لي ما بصح ما شفتوش في العرس. هنا ديريكت تيمشي تيقولها لولدو، تيقول لي كريم فين كان هذاك النهار؟ قال لي ولدو كان بصح تلاقيت مع كريم. قال لي يا هذا قبل ما نشوفه قال لي ما نحضرش العرس، غادي نمشي لعند اختي المدينه. ولكن الاب بقى مصمم، مشى عند دارك وقال لهم بصح كان واحد الشاب صاحب ولدي اللي ما كانش حاضر هذاك النهار العرس. كان قال لولدي راه ما نمشي للمدينه. هنا غادي يمشيو عند كريم للدار، وغادي يدخلوا عنده، وغادي يقلبوا الدار. وهنا كريم غادي يشوفوا ردة الفعل ديالو، خايف ما عارف ما يدير. غادي يقولوا لي عندنا واحد البلاغ باش نقلبوا الدار كلها. قلبوا الدار من البيت للبيت. وهنا كريم يجي يسولوه، واحد تيقلب والاخر كيسول في كريم. كيقولوا لي قول لينا فين كنتي هذاك النهار؟ قال لهم انا داك النهار كنت مشيت عند الاخت ديالي. هنا كيقولوا لي غادي تمشي معانا. هنا غادي يشوفوا غادي يمشي معاهم كريم. غادي يعيطوا للاخت ديالو قدامه. هذيك الساعه غادي يسولوا الاخت وكيقولوا ليها واش كريم جا عندك هذاك النهار؟ كيتصدموا البوليس. هنا كيقولوا لي تقول الاخت لا كريم دابا شي شهر ما شفتوش. هنا كيلقاو واحد الكذبه عاوتاني كذبه عليهم. غادي يسولوا الام ديالو غتقول لهم لا ولدي كان هاد الايام ما سافر حتى شي بلاصه. هنا غادي يقلبوا الدار مزيان وغيقولوا ليه غير قول راه لقينا كذبتي 2 كذبات، لان انت ما كنتيش مسافر. فين كنتي هذاك النهار؟ هو كيبقى مصمم وكيقول لهم ما كنتش، كنت هذاك النهار في العرس. ولكن هذاك النهار من تما مشيت عند اختي. ولكن اختك قدامنا كتقول لا ما كنتش كنت مشيت عند اختي المدينه، ولكن ما مشيتش دخلت عندها لدارها، دزت عند واحد صاحبي. ولكن في الاخير غادي يدخلوا البيت ديال كريم وغادي يقلبوه مزيان. غادي يقلبوا المخده غيلقاو فيها الفلوس. غادي يلقاو الفلوس اللي سارق من دار صاحبه. غادي يقولوا لي هاد الفلوس منين جاتك؟ هنا كريم غادي يحضر راسو، غادي يقول لهم بصح انا اللي قتلتها، وانا اللي كنت هذاك النهار اللي ما لقيت حتى واحد، استغلت الفرصه. ايوا مهم غتقول لينا كيفاش من الاول حتى الاخر كيفاش قتلتيها وكيفاش سرقتي الفلوس. قال لهم بصح كيف ما كتشوفوا كريم خو ايمان ما كيكذبش عليا، كيعاود ليا كل شيء اللي كاينه كيقولها ليا. ولكن انا يا صدقت غدرته. اشنو دخلني الشيطان، سمعت ان قال لي برا خدا 8 المليون اللي باع هذاك النهار. ويلا هاد الايام كانت العيد والبيع والشراء مزيان. وانا دخلني الشيطان قلت علاش ما نسرقه. الشيطان غدرني، خليته كذبت عليه وقلت لي غنمشي نسافر عند اختي. هذيك الليله انا دخلت دقيت وعارف ان صاحبي مشى للعرس هو وباه. خرجت عندي ايمان وقلت لها فين هو خوك؟ قالت لي راه مشى للعرس هو وبا يلا. وانا قلت لها راك داير معاه باش نمشيو. ولكن في الاخر هي مني سدت الباب هذيك الساعه يلا غتسد، انا دفعتها وقجيتها وقلت لها غتقولي لي الفلوس فين كاينه ولا غادي نصفيها لك بهذا الموس. بالخوف هي خايفه مني. قالت لي الفلوس فين كاينين. انا مشيت هزيتهم ومن بعدها قلت اش غندير؟ غادي غادي تقولها للاب ديالها وغادي نتفضح، اللهم نقتلها. وقتلتها ومن تماك جيت وخبيت الفلوس. كما كتشوف اخوتي القصتنا هي هذه. علاش بنادم ما يعاود سرو في دارو، ما يعاود لا ما يثق لا في صاحبه ولا في حتى واحد، باش ما توصلش الجريمه وما يوصلش الشيطان يغرب بنادم.
المهم اخوتي كنتمنى هاد القصه تاخذوا منها عبره. ها هو هاد الشاب هذا مشى مؤبد، قتل جريمه وما دالا فلوس لا والو. علاش؟ الشيطان غدر به. وان شاء الله اخوتي غادي نقول لكم شي قصه جديده، غنبحث عليها وغنشاركها معكم. كنتمناكم غير الاشتراك وتشجعوني، وبالكومونتير غادي ندوز معاكم ان شاء الله في اي قصه اللي بغيتوها قولوها لي في الكومونتير. شكرا بزاف بزاف.